ستيفن جيرارد لمحمد صلاح: ابني يحبك أكثر مني وأتمنى العودة كلاعب في ليفربول. أسطورة ليفربول بعد إنجاز محمد صلاح يمكنه اللعب في مباراة أساطير ليفربول المقبلة. اعترف أسطورة نادي ليفربول ستيفن جيرارد في حواره الخاص مع هداف الريدز محمد صلاح بأنه لاعبه المفضل في الفريق في قلعة الأنفيلد. وأصبح محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدفيه في مباراة مانشستر يونايتد الماضية، والتي انتهت بفوز ليفربول بسباعية نظيفة. وسأل محمد صلاح ستيفن جيرارد عن لاعبه المفضل في الفريق في الحوار الذي سيذاع اليوم في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. وقال ستيفن جيرارد: أنت هو لاعبي المفضل، يمكن أن تكون أنت فقط. وتابع أيضا: ليو ابني يحبك كثيرا، يحبك أكثر مني، أنت الشخص الوحيد الذي يحبه أكثر مني. وتحدث محمد صلاح خلال حواره مع ستيفن جيرارد عن احتفالاته بالبطولات مع فريقه ليفربول في السنوات الماضية. وقال محمد صلاح: تجربة لا يمكن أن أنساها أبدا. ورد ستيفن جيرارد: هذه أسعد الأيام التي تعيشها جماهير ليفربول، هذه هي اللحظات التي يظلون يتذكرونها دائما إذا تحدثوا عن الماضي، لذلك أتمنى أن أعيد الزمان مرة أخرى وألعب مباراتي الأولى مع هذا النادي الكبير. واختتم: عليك بأن تعتز بكل لحظة مع ليفربول، لأنها تمر وتصبح من الماضي، ولكنها تظل أحد أفضل أيام حياتك. أثنى أسطورة نادي ليفربول السير كيني دالجليش بالإنجاز الجديد الذي حققه جناح الريدز محمد صلاح بعد مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ونجح محمد صلاح في الوصول إلى قمة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، بعدما رفع رصيده إلى 129 هدفا متفوقا على روبي فاولر صاحب 128 هدفا في البطولة. وتحدث كيني دالجليش خلال حواره مع موقع ليفربول الرسمي عن محمد صلاح وتعزيز مكانته كأسطورة لفريق ليفربول. وقال أيضا: لا ينبغي أبدا التقليل من كل إنجاز يحققه أي فرد أو تجاهله. وتابع أيضا: يا له من إنجاز رائع حققه مو صلاح مع ليفربول، لقد فعل ذلك في فترة زمنية قصيرة جدا، أكثر مما فعل روبي فاولر. الشيء الأكثر أهمية هو أن الجوائز الفردية رائعة، ولكنها ليست بأهمية بطولات الفريق الجماعية. وأضاف أيضا: هناك لاعبون آخرون يساعدون الفريق مثل أليسون بيكر عندما يتصدى لكرة أو أخرى، كذلك تمريرة من أحد الظهيرين، المدافع عندما يقطع إحدى الكرات ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. كل لاعب له دور ليقوم به. وبسؤاله: هل من الممكن أن نعتبر محمد صلاح جزءا من فريق الأساطير في ليفربول؟ ورد الأسطورة كيني دالجليش: لا أعرف ما إذا كان سيحصل على مباراة في المستقبل أم لا، ولأن هناك قائمة انتظار طويلة في انتظار اللعب بمثل هذه المباريات، ولكن إذا أراد اللعب يوم 25 مارس القادم فلا مشكلة، سنشركه. وسيلعب أساطير ليفربول مباراة ودية خيرية مع أساطير سيلتيك من الدوري الإسكتلندي يوم 25 مارس الجاري على ملعب الأنفيلد، وأرباحها ستكون من أجل رعاية الأطفال. يذكر أن منتخب مصر يستعد لمباراتي مالاوي في تصفيات كأس إفريقيا يوم 24 و 28 مارس، وبالتالي لن يتواجد في ليفربول للمشاركة في مثل هذه المباريات.
وبكده بنكون وصلنا لنهاية جميع أخبارنا النهاردة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.